تعامل الزوجة في جهة أخرى مع زوجها. الله جل وعلا جعل الرجل له على المرأة درجة، فقال وللرجال عليهن درجة. والله جل وعلا فضل الرجل بما أنفق، وفضل الرجل بما جعل فيه من الخصائص، فهو صاحب القوامة في الإنفاق، وهو صاحب القوامة في الأمر والنهي. والمرأة الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج في طاعة الله، أن تطيعه في المعروف، وألا تعصيه، وألا تدخل بيته من يكره، وألا تخرج من بيته إلا وقد رضي. والمرأة إذا حفظت حقوق الزوج عليها فإنها تكون قد أدت فرضها. وقد جاء في الحديث الصحيح: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها فرض، والمرأة يجب عليها أن تكون في تعاملها مع زوجها مطيعة راضية، وأن تكون هي المتنازلة، هي التي تخضع، وألا تجعل الرجل هو الذي يخضع لها وهو الذي يذل، لأن في فعل ذلك مفاسد. ومن تحدث من القضاة عن مسائل طاعة المرأة، طاعة الزوج لزوجته، وما حصل من تسلط بعض النساء على الأزواج، كان نهايتها أن المرأة لم تقتنع بزوجها الذي أطاعها والذي عمل معها ما عمل من أنواع التعاملات الطيبة، ولكن جعلته يطيع في كل ما تشتهي، فكانت العاقبة أن كرهته، لأن المرأة بطبيعتها تحتاج إلى من يقوم عليها، وإذا قام الرجل عليها وأدبها وسعى معها بما أمر الله جل وعلا فإن العاقبة لهما جميعا.